السؤال ديالي سيد الوزير، ما هي الحالة المالية ديال البلاد؟ هل هو المبلغ الإجمالي ديال العملة اللي عندنا؟ وثالثا، واش الحكومة تتفكر في 2023 تستغل ذاك الخط الانتمائي ديال الصندوق الدولي؟ بخصوص الوضعية المالية للمالية العمومية، اللي أكيد هو أن المالية العمومية عرفت واحد التحسن تدريجي بالنظر للمؤشرات الماكرو اقتصادية، ونسبة العجز مثلا لسنة 2022 غتوصل لواحد 5.3، والهدف هو التحكم في نسبة العجز في السنوات المقبلة، نبقاو غاديين وتنخفضوا منها. ف 5.3 من الناتج الداخلي الخام أي بنسبة تحسن ديال تقريبا 0.6% مقارنة مع السنة الماضية. بالنسبة للواردات من العملة الوطنية، كتعرف بأنه التحسن ديال القطاع السياحي انعكس إيجابا على الواردات من العملة. أيضا المساهمات ديال مغاربة العالم اللي بلغت أرقام مهمة جدا، والتوقعات كلها كتشير أنها غتعرف يعني ارتفاعات أكثر في السنوات المقبلة، كلها كتحافظ على واحد المستوى ديال التغطية اللي 6 شهور من الواردات الوطنية. فهذه كلها أرقام مهمة. الإصلاحات اللي قامت بها الحكومة في هذه السنة هذا والدعم المعقلن اللي تعطى مجموعة من القطاعات خلى واحد تحكم جيد للمالية العمومية، هو اللي غادي مكننا من أننا نتأهلوا باش نستافدوا من الخط الائتماني اللي تكلمتي عليه، والتمويل ديالو طبعا الاستفادة والاستعمال ديالو غادي يكون طبعا بشكل كبير في تفعيل الورش ديال الدولة الاجتماعية اللي هذه الحكومة كتنفذوا طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال إن شاء الله.